اهلا بكم في اتعلمت ايه بالتعاون مع صفحه Elephants Can Fly او الافيال تستطيع الطيران. شكرا استاذ هند عيسى على استضافتها لينا النهارده في الصفحه. وخليني اقول لكم طبعا على قد ما هو مثال الموضوع او Elephants Can Fly هو بس حاجه رمزيه للفكره نفسها، ولكن هو كل واحد فينا بيعدي على مواقف وامال وطموحات بتبقى عنده كان بيبقى فاكر ان هو مستحيل يوصل لها. والنهارده عايز اتكلم معاكم على حاجتين حصلوا معايا خلوني احس ده في جزء بيبقى ايه جوه دماغ الواحد هو اللي بيقنع نفسه بالغلط ان هو دي الحاجه مستحيله او ما يقدرش يعملها. المثال الاولاني وهو علاقتي برياضه الجري. انا طول عمري كنت بكره الجري، كنت بقعد اقول انا نفسي قصير ما اقدرش الف كام لفه حوالين التراك اللي هو 400 متر، ما اقدرش اعمل حاجه زي كده، دي حاجه مستحيله لان انا نفسي قصير، ربنا خلقني كده، طبيعتي يا جماعه ان انا ربنا خلقني كده. ممكن اكون بحب رياضات تانية بس في الجري انا لا، دي مش بتاعتي. لحد ما جه وقت كده وعرفت ان في حاجه اسمها 6 وورلد ماراثون ميجرز، دول اللي هم 6 سباقات حوالين العالم. ماراثون اللي هو 42 كيلو، اشهر 6 في العالم، اشهر 6 سباقات. وعرفت ان من مصر في 3 فقط هم اللي خلصوا ال6 سباقات دول. عجبني الموضوع وابتديت اتمرن شويه وقلت طب ما اجرب، يمكن الموضوع ده ما يطلعش زي ما انا كنت بقول. ابتديت احط شويه اهداف لنفسي، بقى لي 4 أو 5 سنين. في خلال 4 5 سنين دول عملت 9 هاف ماراثون اللي هم 21 كيلو نص ماراثون، وعملت 2 ماراثون كامل اللي هم 42 كيلو. وان شاء الله في خلال السنه دي بستعد ان انا هخش اول واحد من ال6 سباقات الكبار العالميين. وعلى فكره دول عشان الواحد يدخلهم يا اما يكون محقق ارقام معينه يا اما بقى هو وحظه في قرعه معينه لازم بيكسب فيها. فان شاء الله ربنا يكرم والسنه دي هحتاج اخش اول واحد فيهم في شهر اكتوبر اللي جاي، واحضر له كويس علشان يبقى اول حاجه من ال6. بس انا عشان اوصل ان انا ابدا سباق من ال6 كان لازم الاول اكسر العقده او الحاجه اللي كنت بقولها في جوه دماغي، انا كده كده مش مستعد للجري، ربنا ما خلقنيش عشان الجري. كل اللي انا عملته ان انا بدات اتمرنت وحاولت مره في الثانيه في الثالثه لحد لما بقى الموضوع عاده يوميه او بالنسبه لي حاجه على الاقل كذا مره في الاسبوع بتمرن لها. وكسرت الصوت اللي كان بيقعد يقول انت نفسك قصير. فده بالنسبه للجري. الجزء الثاني وهو صفحه اتعلمت ايه نفسها اللي احنا بنتكلم عليها. انا لما بدات الصفحه اتعلمت ايه من سنه ونص او من سنتين، كان هدفي ان هو في شويه معلومات الواحد استفاد منها في الشغل، في الدراسه، في ايام الجامعه، في الكتب، في الحاجات الفيديوهات اللي بيشوفها او حاجه، فازاي يقدر يشاركها مع عدد اكبر من الناس. في الاول لما ابتديت لقيت ان الموضوع فيه 300 واحد بيتابعوني، 250 واحد، 400، 500، ودول ايه معارفي باللي اعرفهم باللي الناس بتزق وبتوجب وبتحاول بس ايه يتابعوا الصفحه. لقيت ان مش ده طموحي، مش ده اللي انا عايز اوصل له، بس قلت لا هكمل وهستمر زي ما بدات زي ما هكمل. وبقيت بعود نفسي على ان انا اكتب بوست او منشور بشكل يومي او كل كام يوم، اكتب مقاله، اصور فيديوهات. ولقيت ان الموضوع مستمر لحد ما الحمد لله دلوقتي واصلين ل 4 مليون مشاهد شافوا اي حاجه ليها علاقه باتعلمت ايه، و80 الف متابع بشكل دوري. ولسه ان شاء الله الموضوع ممكن يكبر ويتطور لان الواحد هدفه ان هو يساعد الناس ويتعلم منهم زي ما الناس بتضيف له هو كمان يحاول يضيف لناس تانية. في الحالتين سواء في رياضه الجري اللي انا بتكلم عليها او في جزء له علاقه بالصفحه، كان في حاجز في الاول مخوفني في دماغي لحد ما كسرته وابتديت وعملت خطوات دوريه بشكل يومي خلتني اوصل الحمد لله للمرحله اللي انا فيها، اللي هي لسه ما تجيبش حتى نص الطريق، ولكن على الاقل بقيت شايف ان في امل وفي تحسن. فكل واحد فيكم يقدر يحط هدف بعيد نفسه فيه ومؤمن بيه ويبقى شايف ان هو صعب، ولكن في نفس الوقت قد ما هو حاطط الهدف ده بعيد لازم يبدا له بخطوات صغيره فورا عشان يقدر يوصل له.